الكرام، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك سيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة. سعادة السفير، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة في هذه الساعة الإخبارية المغاربية. أهلا بكم. مرحبا بك سعادة السفير. أبدأ بهذا القرار الأممي الأخير حول الصحراء، هل هو أرضية صلبة لاستئناف التفاوض من وجهة نظرك؟ هو أولا أود أن أقول أنه هو قرار إيجابي، احنا طبعا رحبنا به لأنه يؤكد على مصداقية الاقتراح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، يؤكد على أسس المفاوضات التي سنها مجلس الأمن منذ 2007، يؤكد كذلك على الدور الرئيسي والمحوري ديال دول الجوار وخاصة منها الجزائر التي تحتضن البوليساريو، يؤكد كذلك على أن الرؤية ديال الأمين العام الجديد التي مبنية على الواقعية وروح تفاوض صارت كذلك مجلس الأمن يؤيدها يسير فيها. نعم. فإحنا طبعا مرتاحين لهذا القرار ونتمنى إن شاء الله أن يخلق ديناميكية جديدة للمسار التفاوضي. هل أنتم مرتاحون أيضا لإعلان البوليساريو استعدادها للتفاوض مع المغرب؟ ليش تريدون أن نكون مرتاحين لاستعداد البوليساريو للتفاوض؟ أولا أود أن أقول أن انسحاب جزائر البوليساريو من قرقرات كان هزيمة شنعاء للبوليساريو، لأنه أرغم على الانسحاب وانسحبوا مهزومين مذلولين في نصف الليل. هذا من جهة. انسحابهم ليس له أي صلة مع المسلسل التفاوضي. انسحابهم هو إقفال أقول ملف أو فقرة يعني خلافات فيما يخص قرقرات. الآن طبعا فيه مسلسل تفاوضي المسؤول عليه هو الأمين العام، وطبعا احنا كنا دائما نقول أن الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن ليس عندهم الحق أنهم يجازيوا أولئك الذين لا يحترمون وقف إطلاق النار أو لا يحترمون الاتفاق العسكري رقم 1. الآن خرجوا، فهذا شيء ثاني. التفاوض شيء سوف نشوفه مع الأمين العام إن شاء الله. تحديدا في نقطة التفاوض، البوليساريو أعربت عن استعدادها للتفاوض مع المغرب على أساس حق الصحراويين في تقرير المصير. سعد السفير، ما ردك على ذلك؟ المغرب ومجلس الأمن أكدوا على مصداقية الاقتراح المغربي للحكم الذاتي. المغرب ليس له أي شيء يعطيه أكثر من الحكم الذاتي. الحكم الذاتي هو أقصى شيء المغرب مستعد أن يتفاوض عليه. طبعا كما أقول دائما الاقتراح حكم ذاتي هو في صيغة ديال 2.5 صفحة. المغرب يستعد في إطار المفاوضات أن يجعل من هذه 2.5 صفحة 200 صفحة 1000 صفحة فيها كل الأشياء التي طبعا ممكن الاتفاق عليها. شيء لا يمكن الاتفاق عليه هو سيادة المغرب على الصحراء والتي رجعت له بطريقة نهائيا. وإحنا طبعا نريد مجلس الأمن يتكلم منذ 2002 على حل سياسي تفاوضي مقبول من الجميع، لا يتكلم لا على الاستفتاء ولا على أي شيء. في هذا الإطار ممكن كل شيء أن نتكلم عليه مع كل الأطراف. طبعا احنا الحل ودائما هذا نؤكد عليه في الجزائر وليس في تندوف. الحل بيد الجزائر، لن يكون هناك أي حل ما دام الجزائر لن تجلس في الطاولة مع المغرب ومع موريتانيا ومع البوليساريو. غياب الجزائر أو الجزائر وراء الستار تلعب أدوار ليس إيجابية لن يساعد المسلسل التفاوضي. جيد. وإحنا هذا الشيء طبعا قلناه، ومجلس الأمن لأول مرة يؤكد على في 3 فقرات على الدور المحوري ديال الدول الجوار، وهذه رسالة قوية للجزائر. تمديد باختصار شديد، تمديد مهمة المينورسو لم تشمل هذه المهمة مراقبة حقوق الإنسان، وهذا الأمر يزعج كثيرا في الصف المقابل لدى جبهة البوليساريو. تعليقك على هذا الأمر؟ احنا نتفاهم أن هذا يزعجهم لأن خروقات حقوق الإنسان في تندوف ليس في الصحراء.
الصحراء الحمد لله يزورها المقررين الخاصين تاع الأمم المتحدة. الصحراء كانت فيه زيارة ديال المندوب السامي لحقوق الإنسان. الصحراء فيها حرية التعبير، حرية المظاهرات، حرية التجمع، يعني فيه يعني واحد الأقلية التي تعبر على رأي مخالف تسافر لجنيف، تسافر العالم، تعمل تصريحات من العيون ومن الداخلة بدون أن تمس أو تسجن ولا أي شيء. هذا غير الواقع اللي في تندوف الذي أريد أن أذكر هنا بثلاث 4 فتيات خطفنا من عائلاتهن في إسبانيا ولحد الآن محتجزات في تندوف. لا الأمم المتحدة ولا ممثلين ولا يعني الخبراء الخاصين قابلت الجزائر أنهم يزوروا المنطقة لكي ينظروا كيف هو حال حقوق الإنسان هناك. سؤال أخير سعادة السفير، انضمام المغرب وعودته إلى رحب الاتحاد الإفريقي هل بدأ يؤتي أكله من وجهة نظركم؟ يؤتي أكله في ماذا؟ في عودة الدبلوماسية المغربية إلى قوتها فيما يتعلق خاصة بمسألة الصحراء، وهذا هو كان الهدف على ما يبدو. لا أخي الفاضل، عودتنا للاتحاد الإفريقي ليس له أي صلة بالمشوار التفاوضي. عودتنا للاتحاد الإفريقي هي خطة ملكية محكمة، هدفها هو الرجوع للعائلة الإفريقية، الرجوع للمؤسسة، واستجابة لأغلبية الزعماء الأفارقة الذين طلبوا من المغرب أنه ينخرط في المنظمة لكي يشارك بتجربته، باستثماراته، بحضوره، ليس لدعم الطرح المغربي في مسألة الصحراء سعادة السفير أيضا؟ لا، هذا شيء ثاني. احنا نعتبر أن الوحدة الإفريقية ليس لها أي يعني دور في حل قضية الصحراء. كل ما يمكن أن تعمله المنظمة الوحدة الإفريقية هو الدعم فقط. أما المشوار التفاوضي فهو في نيويورك وليس في أديس أبيبا. نتمنى أن دخولنا أو رجوعنا للوحدة الإفريقية سوف يترك الأعضاء القلال الذين لا زالوا يساندون الانفصال يغيروا موقفهم ويأخذوا موقف محايد وداعم لمسلسل التسوية الأممية إن شاء الله. أنا أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير على تلبية هذه الدعوة هذا المساء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة. مجددا شكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم. وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.